السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله تكونوا كامل بألف خير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح نوري لكم طريقة تحويل طعم الفول السوداني إلى طعم اللوز. راح نحتاج في هذه الوصفة كيلو تاع كاوكاو مقشر، 3 مغارف تاع لافاني، حبة تاع ليمون، وعطر اللوز الحلو. الحبة تاع الليمون إلى شرائح، ونحط كمية تاع الماء في القدر ونخليها تسخن. لما نلاحظ انه بدا الماء يغلي نفرغ لافاني ونزيد الشرائح تاع الليمون، نفرغ الكيلو تاع الكاوكاو في الكسكاس ونخليه يفور لمدة 20 إلى 25 دقيقة. بعد مرور المدة المحددة نفرغ الكاوكاو تاعي في الميكسور ونضيف له 3 ملاعق تاع معطر اللوز الحلو ونرحيه هو سخون، ما نرحيش حتى يبرد، ما نخليش يبرد. هو في حقيقة الأمر حبيباتي عمر الكاوكاو أو الفول السوداني ما يرجع لوز، ولا اللوز يرجع إلى كاوكاو، كل حاجة في بلاصتها. ولكن بعد التجربة تاعي، بعد ما جربت هذه الوصفة، لقيت أنه واحد القرمشة كيما اللوز، القرمشة تاعو والطعم يتبدل. الطعم تاعو عجبني بزاف، ولكن ماهوش طعم اللوز نهائيا صراحة. يعني باش نكونوا واضحين ونكونوا صادقين للأمانة. ولكن وصفة عجبتني، والطعم تاع الكاوكاو عجبني في الحلويات بزاف. حبيت نفيدكم بهذه الوصفة، ولكن عمره ولا يرجع طعم اللوز. يعني أنا نفضل هذه الطريقة على أنه نقليه الكاوكاو ومن بعد نرحيه. الطعم هذا عجبني أكثر بزاف. القرمشة يعني القرمشة من اللوز على الأقل القرمشة. الآن بعد ما رحيناه نعاود نرجعوه للكسكاس ونفوروه لمدة 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق نفرشوا ورق الطبخ في صينية تكون كبيرة، نفرغوا هذاك الكاوكاو وهو سخون. ثم نخلوه يبات 24 ساعة على الأقل باش ينشف مليح ويكون جاهز للاستعمال. اللي راهي مزروبة ولا مقلقة عليه تشعلوا الفور، تخليه حتى يسخن شوية وينشف، وتقدر تستعمله عادي. وهذه هي النتيجة حباباتي كما راكم تلاحظوا، يجي المذاق تاعو رائع. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ان شاء الله عجبتكم الوصفة، وما تنسوش تجربوها. واذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء في فيديو واحد اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.